النهارده اقول لك ازاي نقدر نعمل مشهد موشن جرافيك من مجرد ريفرنس شبه ده. احنا اولا لازم نحلل المشهد اللي عندنا. يعني آه، هنا هنيجي نلاقي اول حاجه المين اوبجكت بتاعنا، وهو ده اللي هو المين كاركتر او المين اوبجكت اللي هو الشخص ده. تمام. ده اهم عنصر في التصميم كله، هو اهم عنصر هنحركه. ده اللي مبني عليه التصميم. تمام. آه ممكن عندنا تاني حاجة، وهو التايتل، المين تايتل. طبعا في سب تايتل هنا، حاجات صغيرة. تايتل، وده بيدي، يعني ده مش أساسي بس ده بيدي جمالية للتصميم بشكل عام. في عندنا هنا شوية عناصر. تمام. ممكن ناخد بالنا من هنا، من عندنا الحبل ده كرر 3 مرات، طبعا معمول عليه بلور ومعمول عليه ممكن جزيان بلور. تمام. عندنا هنا الإضاءة جاية من فوق هنا على اليمين، والظل لازم يبقى على الشمال. تمام. حتى نلاقي هنا الحتة هنا جزء ساطع شوية. حلو أوي. طبعا العنصر اللي هو الحبل ده متكرر 3 مرات، هو تصميم بسيط بس طالع بشكل حاجة، يعني حاجة جميلة. وفي طبعا المثلث اللي إيه، اللي ورا الشخصية، اللي بتدي كونتراست أكتر وعمق أكتر تعالوا نعرف هنعمل تصميم ده إزاي. أول حاجة لازم نجمع الماتيريال بتاعتنا. هندور على الماتيريال بتاعتنا، ممكن ندور على بنترست. أنا وأنا بدور لقيت حاجات حلوة أوي. ممكن نكتب 3D ماربل ستيت، ممكن نجيب اينشتاين. المثلث ده طبعا احنا اللي هنعمله. دلوقتي هنعمل كومبوزيشن جديد، نخليه 1080 في 1920. تمام. الفريم ريت ممكن نخليه 30. الفيديو ممكن نخليه 15 ثانية، يكون كويس قوي. بعدين اوكي، ندخل العناصر بتاعتنا الأول. عندك هنا، في عندنا هنا طبعا كل الفايلز، البروجكت فايلز انا هكون حاططها لك في الديسكريبشن. مثلا نجيب اول تو اوبجكتس اول دول. بعد ما جبنا العناصر بتاعتنا هنحطها على التايم لاين. عندنا هنا الاوبجكت الاول. هنحاول نخلي في كونتراست شوية، يعني حاجة بسيطة خالص، عن طريق إن إحنا نعمل سوليد. وهنجيبه هنا مثلا في الدرجات. لو عايزين طبعا نعدل أي حاجة في السوليد، يعني لو إحنا عملنا سوليد لاير وعايزين نعدل عليها، ممكن نضغط هنا على لاير. بعدين سوليد سيتنجز، وبعدين نعدل اللي إحنا عايزينه. ممكن نخليه مايل للأبيض أكتر. تمام. مش أبيض أو حاجة ما بين الاتنين، أيوة كده. طبعا عندنا الاوبجكت الرئيسي بتاعنا هنا، نحطه كده. قبل بتاعنا نجيبه كده. اول حاجه احنا بنعملها دايما في الكومبوزيشن بتاعنا، ان احنا بنرص العناصر، بنشوف ترتيبها عشان تكون العمليه كلها واضحه قدامنا. بعدين بنعمل لها موشن. هنجيب هنا كي، كولر كي، على الفابريك، عشان نشيل اللون اللي حواليه. طبعا كلها تشيل. حلو قوي. ما ننساش طبعا نعمل سيف البروجكت بتاعنا، عشان مفيش حاجة تضيع. هنجيب الحبل ونكبر شوية ونعمل له روتيشن بالشكل ده. حلو أوي. نعمل ده دبل كليك مرات. نغير كده بالظبط. وممكن ده نجيبه نخليه كده. هنا لاحظت إن فيه آه لون متشالش، فاحنا ممكن نعلي من هنا بالظبط، ونزود الفيذر شوية. ممكن ناخد ده كده بقى على التلاتة، يعني هنشيل اللي هنا ونشيل اللي هنا، نجيب كده ونعمل بس كده الإفكت يطبق على التلاتة أوبجكت. حلو أوي.
بعدين هنعمل نيو، او ممكن نجيب من فوق كده اهوت. آه، هنجيب الستار تول ونعمل نجمة كده. حلو أوي. بعدين طبعا احنا عايزين مثلث، فاحنا هنعدل في الأضلاع بتاعة الستار، نخليها 3 عشان يبقى معانا مثلث بالشكل ده. هنجيبه كده، نكبر شوية، ونحاول نكبر من الزاوية عشان الأبعاد بتاع المثلث تبقى مظبوطة. الأنكر بوينت نخليها في النص، مش لازما أوي. تمام. بعدين الستروك نلغيه من هنا، نلغيه، وبعدين نفعل الفيل. قلنا زي ما احنا قلنا نفس التصميم بتاعنا، الستروك هيكون أحمر، وهنرجع ده آه للخلفية بالظبط كده. طبعا لسه هنشتغل على الأوفرليز، لسه هنحط إفكتات، فيكون الشكل أحسن بكتير. احنا هنا طبعا بنعمل أول حاجة الكومبوزيشن، بحيث يكون كل حاجة واضحة، ونشتغل على طول. هنا ممكن نسمي العناصر، نكتب هنا ممكن مثلا نكتب بالعربي عشان نسهل الموضوع. الشخصية الرئي الرئيسية. ممكن هنا هنا مثلا ده الحبل، هنكتب حبل واحد، حبل اتنين. طبعا عشان نعمل نعيد تسمية أي عنصر من العناصر ديت، بنضغط عليها كليك وبعدين انتر. تمام. فبيجي معانا بالشكل ده، ونكتب اللي احنا عايزينه. حل 3 طبعا. مهم جدا، يعني من تجاربي مهم جدا انك تعيد تسمية العناصر بتاعتك، بحيث يكون اسهل الوصول ليها. يعني مثلا لو جيت تعمل كده، انت مثلا مش لسه هتروح هنا، هتيجي كده مثلا، انت هنا قلت هنا عايز تجيب حاجة، سلكت وعلى طول حبل واحد مثلا، او اتحرك معاك. فده بيديك سهولة اكتر في التحريك. سلكت والشخصية الرئيسية، فاهمني؟ ده بيديك ايه سهولة اكتر. بعدين مثلا هنشوف الريفرنس بتاعنا بالشكل ده. هنا حاطط أول حاجة بنت على الحبل. تمام. احنا هنعمل في الباك افكت اسمه بنت. تمام. وهنحطه على 3 objects، وهنا وهنا نحط تنت برضو. هنا تنت وناخدها كوبي، نحط تنت. تمام، مش فارقة. هنا بيقول لي إن تمام كده زي الفل. هنعمل افكت اسمه راديال فلور، راديال أو راديال فاست فلور، على الحبل. الإفكت عمل معانا بالشكل ازاي؟ طبعا بنحرك الأنكر بوينت، فده بيدينا الإفكت ده. ممكن نزوده، ممكن نقلله، فده عشان يدينا حركة معانا في التصميم. طبعا لو عايزين نحط الإفكت ده على أكتر من حاجة، بنعمل سيلكت بالكنترول، ونيجي هنا عند الإفكتس كنترول. لو هي هنا بنيجي هنا عند الإفكتس كنترول، ونيجي هنا ونضغط كنترول في. تمام. هنا مثلا ممكن نحرك الأنكر بوينت شوية، نخليها كده. هنا مثلا تمام تمام. ممكن برضو نعمل سواب للكارز عادي خالص. ممكن الأبيض ده نغمقه شوية، نخليه جراي. ناخد الكالر كود. اوكي. ونطبق نفس الموضوع على بقية. اوبس.
بالشكل ده. تمام. بعدين هنا عايزين المثلث الأحمر اللي ورا. تمام، ممكن نحط عليه افكت جلو. ممكن نحط جلو العادي. مم، أفضل حاجة برضه. فحلنا الأخير وهو الجلو. جميل. ممكن نخلي الرقم ده 100، نخلي ده 5 أو 0.5. تمام، فعمل معانا المثلث بالشكل ده. طبعا لسه هيبقى عندنا إضاءة وهيبقى عندنا شادو. ماشي. لو جبنا التصميم ده كده. أوكي. لو جبنا التصميم ده كده هنلاحظ إن هنا مثلا اللون أبهت شوية. لون المثلث شارب. الشادوز الألوان فيها كونتراست. آه تمام. الحبل فيه تباعد، عليه بلور. أوكي. احنا هنكبر السكيل بتاع الحبل شوية كده. تمام. وهنا نكبر السكيل، طبعا نراعي إن احنا نكتب تكست تحت ال- المين اوبشن. نكبر شوية العناصر بتاعتنا. حاول دايما نبص على الريفرنس عشان يكون شغلنا مظبوط. ممكن هنا نحس إن الحبل 2 محتاج ياخد روتيشن شوية. بالظبط كده. بالظبط كده. ممكن الحبل رقم 3 أو شوية. نسيبه كده. تمام. هنا الديب جلو أنا شايف إن إحنا مش محتاجين ديب جلو. إحنا مجرد محتاجين نزود الشاربس بتاع أو مش دلوقتي. حاليا شايف كويس جدا. ممكن نعمل هنا على المين اوبجكت جلو. ممكن نخليها على 0.95. تمام. ممكن نعمل نيو adjustment layer. نحط كمان الجلو. طبعا الصورة لسعت معانا جامد، لازم نقلل. طبعا الفكرة دي جلو ده بيدي يعني تأثير قوي جدا للتصميم والموشن بتاعك. نحط افكت اسمه جرين. تمام. هنا طبعا لازم البريفيو نخليه فاينل اوتبوت، ونعلي شوية 2.5 يكون معنا بالشكل ده. ده كده قبل الادجستمنت لاير بتاعه. طبعا عايزين ندي شوية كونتراست للشخصية الرئيسية. تمام. برايتنس كونتراست. هنعلي كونتراست شوية ونقلل البرايتنس. مش للدرجة دي. تمام. نشوف كده. تمام. ممكن اللون بتاع الأوبجكت ده نقلله شوية. من هنا نيجي في اللي نخليه باهت شوية. بالظبط. ممكن برضو نخلي نجرب الجازن بلور. ممكن يكون أفضل.
يعني ممكن نحط هنا الدايركشن فلور ونفس ده. كويس جدا. مم. ممكن نحطه على اليمين. جميل جدا. بعدين ممكن نجيب adjustment layer تانية. مش ده. adjustment layer تانية. تمام، ما نحط fix sharpen، ممكن نعلي sharpen شوية. طبعا بيد التفصيل بتاعنا ممكن نخليها 20. تمام. حلو أوي. ده كده يعتبر عملنا التصميم، لسه التكست، لسه التايتل بتاعنا والسبتايتلز. اوكي. طبعا مهم نوزن التصميم بالجريد بتاعنا، هنا التصميم في النص بالظبط. تمام. فدي حاجة مهمة جدا. ممكن هنجيب شيب والشخصية. تمام. نخليهم بلون واحد. قلنا مهم التنظيم الحابب. ممكن نخليه لون واحد. ممكن نخليه مثلا والادجستمنت لايرز لوحدها. حلو أوي. بعدين هنجيب كده، نصغر هنا بس الحجم شوية. حاجة بسيطة، طبعا هي ما صغرتش بنفس الشكل عشان الانكر بوينت مش فلوس. ممكن بقى، ممكن نجيب الشخصية الرئيسية كده، نصغرها حاجة بسيطة. شيب لاير، نصغره حاجة بسيطة. تمام. نطلعه فوق بالشكل ده. بعدين هنجيب التكست بتاعنا، هنعمل تكست لاير، هنكتب فيها ألبرت أينشتاين بالشكل ده. طبعا هنجيب نعمل كنترول اس في. بعدين نكبر شوية. مم، نكبر شوية. هنا كان كاتب عندنا، ممكن نجيب الفونت اللي هو اسمه ماري، ماري لايت، هو ده بالظبط كده. زائد إن إحنا كان عندنا نص تحت. هنا طبعا هو فتح نص بالشكل ده. تمام. ممكن ندير النص تفتيح أكبر. مش للدرجة دي. ممكن نخليه. حلو أوي. بعدين هنكتب النص الفرعي بتاعنا. ممكن مثلا هنا تاريخ الميلاد. هنا مثلا آه، هنا توفى في 21 إبريل. وهنا مثلا سبتايتل. حلو أوي. ممكن نسيرش ألبرت أينشتاين، أو نجيب أي نبذة عنه، حاجة بسيطة حتى. هنجيب تاريخ وفاته 11 إبريل. طبعا الادجستمنت لايرز ديت ممكن نفعلها في الآخر أو ممكن نشتغل عليها في الآخر، بس أنا بحب أشتغل عليها في النص عشان أشوف التصميم في الآخر هيبقى شكله إيه. تمام. فاحنا ممكن مش في حاجاتها دلوقتي فممكن نفصلها. فدلوقتي احنا محتاجين ننزل التكست ده شوية. تمام.
وهنجيب هنعمل تكست تاني هنا، تاريخ الوفاة، ونخليه بالأسود. تمام. ليه حجمه أصغر شوية هنا كده. ممكن نكبر شوية ونحطها هنا. حلو أوي. هنكتب مثلا ناخد كوبي منها. طبعا نحاول نحط اللايرز بتاعتنا تحت الادجستمنت لاير عشان الافكت يتطبق على كل اللاير دي. ممكن بقى نجيب ده هنا ونكتب داي ات. حلو أوي. تمام. محتاجين دلوقتي نكتب السب تايتل بتاعتنا. فهنجيب مثلا أي نبذة بسيطة خالص عن ألبرت أينشتاين بالشكل ده. وهنعمل تكست جديد هنا ونعمل. معانا طبعا تكست بالشكل كبير، فلازم نيجي هنا مثلا في النص ونضغط انتر. آه، طبعا هنا في مشكلة ان النص لازق في بعض. فالحل هنا ان احنا عندنا هنا آه، هنا التول دي بتزود التباعد ما بين النصوص. حلو قوي. محتاجين طبعا نقلل او نصغر السبتايتل ده لان ده مجرد سبتايتل. فاحنا هنغير الفونت بتاعه. نحاول نجيب حاجة اصغر او ارفع زي ده كده. تمام كويس جدا. هنا الفونت هنا هنكبره شوية. أنا طبعا خليته بدل لايت كان لايت كده، فخليته ريجولار. حسيت شكله أحسن لأن ده المين تايتل بتاعنا، فاحنا محتاجين نخلي حجمه أكبر شوية. تمام. كده هيكون التصميم بالشكل ده حتى بعد ما حطينا الادجستمنت لاير بتاعتنا وكل حاجة. حلو أوي. وده الريفرنس بتاعنا. طبعا هنا الريفرنس فيه كونترست أكتر، في يعني الإضاءة فيه أقل. ممكن هنا نعمل نفس الموضوع بس أنا حابه بالشكل ده. بس طبعا هنزود الكونترست هنا شوية بحيث يدي عمق. كمان حاجة احنا لسه هنفعل ال 3D للأوبجكت دي بحيث يبقى فيه عمق، يبقى فيه تباعد ما بين الحاجة. تمام. فهنعمل الموضوع ده دلوقتي. يعني لو لاحظنا حتى هتلاقي فيه شبه كبير ما بين التصميم ده والتصميم ده. تمام. فاحنا عندنا هنعمل هنا نفعل 3D كل اللايرز ما عدا اللاير اللي هي سوليد، اللي هي الباك جراوند. ممكن نسميها باك جراوند. تمام. آه وما عدا برضو الادجستمنت لاير لان مش محتاجين محتاجين لهم 3D خالص. مش محتاجين نحركهم، احنا عايزين هم ثابتين. فاحنا هنلغي هنا تفعيل الادجستمنت لاير. تمام. وبعدين نبدأ التحريك بتاعنا. حلو قوي. طبعا اول حاجه هنظبط البعد بتاع الاوبجكتس. هنا مثلا هنجيب ده كده لان ما عدناش محتاجين التايم لاين بشكل كبير حاليا. ونيجي هنا نخلي تو فيوز، نخلي ده فيت. حلو قوي. محتاجين ده مثلا نخليه من الليفت او تمام ممكن نخليه من الليفت. حلو قوي. بعدين نجيب القبل بتاعنا ممكن نخليه قدام بالظبط كده. ممكن نخلي فيه واحد قدام واحد.
عادي خالص، مفيش اي مشكلة. كده حلو اوي. الحبل رقم 3 نجيبه دي ورا شوية. اهو كده كويس. طبعا الارقام دي او الشغل اللي انا بشتغله كله طبعا تقدير، يعني ممكن تختلف من شخص لشخص تاني. يعني هي بتختلف حسب ما انت شايف تصميم عامل قدامك. آه هنا طبعا ممكن نشرح الجزئية دي. هنا الخطوط دي احنا هنا عملنا الليفت اللي هو من الجنب. فهنا بنشوف اللايرز قبال بعض. هنا اول حاجة حطيناها اللي هو الحبل. لو لاحظنا هنا عملنا كل واحد في لير. هنا اول حبل قدام خالص، قلنا قدام اهوت. تاني حبل اللي هو ده وراه على طول. تالت حبل قلناه وراه شوية. تمام حلو أوي. طبعا الباك جراوند مش معانا، هتبقى ثابتة عشان مش مفعلين 3 دي layer. فعلنا لها 3 دي، فهتبقى معانا بالشكل ده. ونقدر نحركها كده زي ما احنا عايزين. بس انا مش عايز اخليها 3 دي، انا عايز اخليها 2 دي. فين مش عايز احركها معايا. تمام. ممكن الشخصية ألبرت أينشتاين زائد الشيب لاير ممكن نرجعهم لورا شوية. تمام حلو أوي. التكست ممكن نسيبه زي ما هو كويس جدا. خلينا نحرك الأول. يعني ممكن الشخصية الرئيسية هنجيبها كده. بعدين نكبر التايم لاين شوية. حلو أوي. ممكن بقى نلغي التو فيوز دي، نخليها وان فيو. طبعا نتأكد إن الوان فيو أو التو فيو الحاجة الرئيسية اللي احنا بنشوفها أو الشاشة اللي بيطبق عليها كل حاجة هي الأكتيف كاميرا في 3 دي. لأن لو مثلا اخترت فرونت يجيب لك تقريبا نفس الحاجة، بس مش ده الفاينل بتاعك. ده بيكون شغال على حاجة معينة مش تبعنا. احنا هنا بنشتغل على الأكتيف كاميرا فول. تمام. فهو بيجيب لك التصميم بتاعنا وكل اللايرز وكل حاجة بشكل سليم. بعدين هنجيب ممكن مثلا الشخصية الرئيسية. نعمل لها انيميشن. هنعمل دلوقتي بي بوزيشن. نجيب كي فريم في الأول. وبعدين في الثانية مثلا الثانية نحط كي فريم تاني. نرجع للكي فريم الأول ونخليه مثلا جاي من تحت كده. طبعا احنا دلوقتي في مرحلة التحريك. هنا مثلا هنحرك الشخصية الرئيسية الكي فريمز بالبوزيشن بالشكل ده زي ما قلنا. فهنخلي عايزين نعمل ايزي ايز فهنضغط اف 9. تمام. يبقى الانيميشن معانا بالشكل ده. حاجة بسيطة سهلة. ممكن بقى نيجي على الكيرف ونخليه كده. حلو أوي. تمام. آه ممكن نقرب شوية أو ممكن نخلي هنا فوق شوية بحيث ما يبقاش بعيد. حلو أوي. فاحنا عندنا الكاميرا هي اللي ممكن تتحرك، فاحنا هنعمل نيو كاميرا. نخليها 1 نود عادي. بالأعداد ديت هتفرق كتير. تمام. ونخلي عندنا نعمل null object ونفعل 3D. تمام. طبعا نتأكد إن احنا مفعلين 3D لكل العناصر بتاعتنا. بعدين نجيب النول اوبجكت نعمل لين بين الكاميرا والنول اوبجكت عشان يبقى الكاميرا تابعة للنول اوبجكت. يعني لو حركنا النول في أي جهة حركناها بأي شكل تكون الكاميرا تابعة له. بص الكاميرا هتتحرك زي ما احنا عايزين. فاحنا أول حاجة هن position نحط بوينت هنحط كي فريم ونجيب ال rotation والحاجة تخصه. وهنحط كي فريمز. طبعا احنا بنحطها احتياطي. ممكن محتاجين برضو الانكر بوينت. هنفعل الكي فريم بتاعه السكيل. تمام حلو أوي. بعدين هنيجي هنا عند الثانية الرابعة نيجي كده. ممكن نجيب دوت كده كوبي كنترول سي كنترول في.
نشتغل بقى احنا على الأول. تمام. يبقى كده عندنا كده بالشكل ده، ونيجي هنا من عندنا مربع من جوه نشتغل. ممكن مثلا نيجي كده، آه مثلا نحط روتيشن شوية. ممكن نيجي كده. تمام. ممكن كده كده. ممكن مثلا نعمل F9، وبعدين نعمل كيرفز بالشكل ده. حلو أوي. ممكن نعلي الكواليتي عشان نشوف الموضوع بشكل أفضل. طبعا الفيديو هيرندر معانا. ممكن نقلل الروتيشن، الإكس روتيشن شوية، حاجة بسيطة، والزيرو روتيشن شوية. بالظبط كده، بحيث إنك حاسس إن في عمق في الصورة يعني. حلو أوي. ممكن السكيل، لأ، نعمل زوم أوت أو زوم إن شوية. حلو أوي. كويس جدا جدا جدا. كويس جدا. لسه طبعا مع الموشن بلور زي الاوفرليز هيطلع معانا حاجة قمة في الجمال بالشكل ده. حلو قوي. تمام. دايما نراعي ان الكي فريمز اللي بنشتغل عليها تكون في الاول، بحيث ان الحركة تكون كده، شايف معايا، وتوصل لهنا للاصل بتاعنا، للصورة او للكادر اللي احنا رسمناه في الاول. تمام. تكون كده. حلو قوي. هنجيب عندنا اوفرلاي زي دي. كل طبعا الاسيتس اللي احنا مستخدمينها وكل الماتيريال هحطها لك في الديسكريبشن تحت الفيديو. ولو عجبك النوع ده من المحتوى ما تنساش تدوس لايك و... وتشترك في القناة. أهم حاجة تشترك في القناة وسيب لي تعليق تحت الفيديو. كده حطينا الأوفرلاي بتاعتنا بالشكل ده، حاجة جميلة جدا. ممكن نكبرها شوية أو نصغرها شوية، حسب ما عينيك تشوف يعني. مش لازم تلتزم بالظبط بكل اللي أنا بقوله، لأ. عينيك هي اللي بتحدد. حلو أوي. حلو أوي أوي. هنا بالشكل ده طبعا ادانا عمق الصورة، ادانا عمق. ممكن نخلي ده 3D، يعني ممكن نخليها 3D ونكبرها شوية بحيث تكون تتحرك معانا. شوف كده. حلو أوي. تمام تمام. ممكن نديها نفس الحركة، نربطها بالنال أوبجكت. تمام. خليها فوق. مهم جدا إن احنا نخلي الأوفرلايز في في الترتيب فوق اللايرز الباقية. ليه الأوفرلاي يبقى فوق العناصر بحيث الإفكت بتاعها يقع كله زي ما احنا شايفين كده. هنشوف لو احنا كده، لو احنا نزلناها تحت مثلا العناصر، فمش هتبدأ افكت. انما شوف هنا، هنا كده نكبر 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 التأثير بتاعها نزل على. تمام. فممكن نجيبها كده شوية. ممكن ننزل دي كده. بالظبط كده. ممكن نكبر كده نشوف. ممكن نفعل adjustment layers بتاعتنا. حلو قوي قوي قوي. حاجة جميلة جدا. ممكن طبعا نقلل الأوباسيتي بتاعتها، خليها 50 أو
75. تمام. مم، 85 كويس، بحيث ادت عمق للصورة، وخلت الصورة آه أوضح. كويس جدا. تاني حاجة، ممكن احنا عايزين بقى عناصر تتحرك في الصورة، يعني مثلا ممكن نجيب مثلا ورق شجر بيتحرك أو فراشات بتتحرك، فده بيدينا يعني روح في الصورة وعمق في الصورة، فده بيدينا روح في الصورة وعمق في الصورة. طبعا نرجع ونشوف ده الريفرنس بتاعنا، وده الشغل اللي احنا اشتغلنا عليه. بس طبعا هنظبط شوية حاجات، بس ده الشكل ده يعتبر كويس جدا. تمام. في مثلا ممكن نعدل هنا، ممكن نكتب هنا تكست بس. آه حلو أوي، ممكن نكتب هنا تكست مثلا. حلو. نزل دي كده الأول. ممكن نجيب مثلا آه بس ده فيديو مثلا لفراشة، جايبه من على بنترست. هنقصه بالشكل ده. بعدين نجيب افكت اسمه color key اللي استخدمناه قبل كده. آه color key، نحطه على الفيديو بتاعنا. نجيب البوينت القطارة دي بتاع اللون الأسود، المعنى بالشكل ده، دي كده. حلو قوي. نعلي الفيذر شوية عشان ما تبقاش زي حاجة شاذة عن الصورة. حلو قوي، حلو قوي. نخليها تحت ال adjustment layers عشان تكون مندمجة مع الصورة. بعدين نجيبها من هنا كده، آه ونضغط كده، نجيب من الأول. تمام، محتاجين نفعلها 3D طبعا. تمام كده وصلنا للشكل ده. طبعا الفراشة ممكن نخليها، هي بتكون جاية من بره كده وبعدين تتفتح، ممكن نخليها جوه شوية. ممكن نخليها كده، وكمان الفراشة ممكن نخليها آه تحت تحت المثلث مثلا، بتعدي من وراه، بحيث ندي عمق أكبر للتصميم. بالظبط كده. تمام. ممكن نلغي ده وممكن نلغي ده وممكن نيجي هنا. خلي الفراشة توصل هنا كده. حلو أوي. عايزينها تعدي من ورا. بالظبط كده. مم، تظبط شوية. كويس جدا. طبعا احنا لسه هنفعل الموشن بلور لكل الشغل ده، بس خلص شغلنا الأول. تمام، ممكن نفصل adjustment layer دلوقتي. ممكن أعلي الكواليتي. حلو أوي. هنجيب مثلا السحاب ده، مثلا دي صورة السحاب جايبها من على بنترست. نجيب ال color key. تمام، ونحطها عليها ونشيل اللون أبيض، عشان نكبر قوي عشان
نزود الفيذر. تمام. نخليها تحت. حلو أوي. نخليها تحت برضو الادجستمنت لايرز. خدت نفس التون بتاع الشغل بتاعنا، اللي هي مثلا كده. حط منها كمان نسختين. هنا مثلا كمان واحد. حلو أوي. جميل جدا. ممكن نخلي هنا السحاب آه، يتحرك. ففي فكر هنا اسمه ويجل، اللي هو ده كوزاين بوزيشن. هو بيعمل الويجل. هو بيعمل الويجل ونقلل الفعالية بتاعته. هو بالشكل ده. آه ممكن نقلل شوية. ممكن نخليها واحد، ونقلل هنا اكس والواي موشن نخليها 50. ممكن نلغي الموشن بلور ونفعل 3D. طبعا نسينا الموضوع ده. نخلي ده ورا. حلو أوي. نخلي السحابة برضو التانية ورا كده. تمام. نخليها بالشكل ده. نرجع السحاب لورا. تمام. حلو أوي. وأهم حاجة إن احنا نرجعهم ورا الأوفرلاي، بحيث إنه ياخد التون، وياخد الثيم بتاع التصميم كله. كويس أوي. يكون معانا بالشكل ده في الآخر. ممكن نقلل هنا الديب بلو شوية. ممكن نخليها 150. الشاربن ممكن نخليه 25 كده. كويس أوي. نشوف كده. ممكن نقلل الكواليتي شوية. تمام. هو طبعا الكلاودز بتتحرك بشكل. مم. تمام. طبعا هنا نخليها واحد، وهنا نخليها واحد. آه هنا نخليها 100. ونفس الوضع على كل واحدة منهم. ممكن نخليهم برضه في 3. نخلي دي 5 مثلا، بحيث يتحركوا معانا بشكل بسيط جدا. تمام. ممكن نخليهم 10. خلي كل واحدة 10. تمام. نجرب كده. حلو أوي. محتاجين نغير الأنجل بتاعت هنا مثلا. نخليها كده. نخليهم عكس بعض، بحيث إن كلهم ما يتحركوش بنفس الزاوية. يكون في اختلاف. تمام.
شوف كده. تمام، حلو أوي. يعني خطوة السحاب دي أو الفراشة مش إلزامية، يعني هي مجرد حاجة جمالية للتصميم وبس كده. بكده نكون قدرنا إن احنا نعمل تصميم آه، مشابه للريفرنس بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه بشكل قوي. جميل جدا. نخلي دي 5 ودي 5. نطلع دي بره شوية. حلو أوي. تعال آخر خطوة معانا، هنفعل الموشن بلور لكل الأوبجكتس بتاعتنا. يعني مش لازم الباك جراوند نفعل لها الموشن بلور، ولا الادجستمنت لايرز، تمام، ولا الاوفرلاي، او عادي. تمام. بعدين هنجيب الادجستمنت لايرز، ممكن نخليها فوق. تمام، ممكن نخليها زي ما هي. هنعمل adjustment layer جديدة هنا، ونجيب effect اسمه posterize. posterize time. تمام. ونحط على adjustment layer، نخلي الفريم ريت نخليه مثلا 18، ونجيب effect اسمه force motion blur. نحط على adjustment layer نخليه مثلا كويس، نخليه مثلا 12، يكون كويس جدا. ودي تكون معانا النتيجة النهائية تكون معانا بالشكل ده. في نهاية الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.